السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بجميع الإخوة والأخوات المتابعين على قناتكم فسحة زيان. اللي فيك هو عنوان ليس عبثي، بل اخترناه بعناية، لأن البلاد اللي احنا فيها بالملك، اللي فيها بالحموشي، اللي فيها بوزير الداخلية، اللي فيها بالتخيصي ديالها، كلهم يعني فيهم لغة الزين اللي فيك وعقليات الزين اللي فيك. قضية زيان والضابطة وهبة خرشيش والأجهزة الأمنية التي تعمل تحت أوامر محمد السادس لم تنتهي من هذه القصة، وما بغاتش تسالي من هذا الفيلم من بعد ما تفرشوا كاملين وعطاو للمغرب تعريف الدولة البوليسية المخابراتية التي تقوم بتصوير المغاربة عراة حفاة داخل الفنادق. المؤسسات ما بغاتش تعترف وتعتذر، ولا حتى كاع غير يفتحوا تحقيق في نشر الفيديو، بل هم مازال زايدينها بتخراج العينين ونشر البلاغات. ما عجبهمش الناس اللي كينتقدوا وكيتضامنوا، وكأننا نعيش حلقة جديدة من المسلسل ديال حمزة مون بيبي، والتي كانت تعتمد أيضا على تصوير الفضائح الجنسية والابتزاز والتشهير. وكذلك المؤسسات الأمنية المغربية تعتمد على تصوير ضحايا في أوضاع مخلة حميمية، حتى لا نقول جنسية، لأن أغلب الفيديوهات التي تم تصويرها كانت هذه المؤسسات واضعة الكاميرات داخل غرف النوم. وهذا يعني أن أسلوب حمزة مون بيبي وأسلوب هذه المؤسسات هو أسلوب واحد، ما يعني أن الكيس الذي خرجت منه هذه القصص هو نفس الكيس اللي خرجت منه القصص ديال حمزة مون بيبي، والعقل المدبر هو نفس العقل الذي يقوم بحماية دنيا باطمة التي حكمت بالسجن النافذ، ماشي الموقوف، ورغم ذلك ما دخلتش الحبس. يعني هو نفسه الذي يقوم بحماية الحموشي الذي قام بتصوير زكريا المومني، وقام أيضا بتصوير محمد زيان. فيا ترى شكون هذا اللي فوق من الحموشي ويوفر له الحماية من العقاب؟ وأنا سبق وقلتها، حمزة لوغ بيبي إلى قلبتي مزيان غتلقاوه تيدور عند رجلين محمد السادس. وقد تبين الآن أن الحموشي المتهم بنشر فيديوهات على أسلوب حمزة مون بيبي حتى هو كيدور عند رجلين محمد السادس، خصوصا أن حمزة مون بيبي سبق له في وقت ما أن نشر الدعوة أو لانفيتاسيون اللي جاتو باش يحضر الحفل البيعة. حفل البيعة هو هذاك اللي كيركعوا فيه للملك وتيقولوا ليه قال لكم سيدي كلاف كرشو الحرام سيدي. يعني حمزة مون بيبي كان سيكون حاضرا في حفل البيعة ديال محمد السادس هذه السنة لو لم يتم إلغاؤه بسبب الظروف الحالية. يعني هاد السيد راه كيدور غير في جناب القصر، وما بغاوش يوصلوا ليه، حيت هما باغين هاد السياسة المنبيبية تستمر في الأجهزة الأمنية المنبيبية أيضا تزرع الكاميرات طمعا في الحصول على لقطات توثق لعلاقة ديال شخص ما مع شخص آخر كي يتم استدراجه وابتزازه، علما أن أحد هذه الفنادق التي تم تصوير الملاكم زكريا المومني بداخلها هو الفندق ديال صومعة حسان في ملكية محمد السادس. يعني الفندق اللي تصور فيه زكريا المومني ديال محمد السادس. فهمتي ولا نزيد نشرح يا أخي المغربي؟ والشخص جاء للفندق بدعوة من وزير الداخلية السابق العنصر، الذي قال له في مكالمة مسجلة بالصوت سمعناها عرضها لنا زكريا المومني على قناته، أن محمد السادس هو من كلفه بالتنسيق واستقبال الملاكم. يعني أن محمد السادس عرض عليه في الفندق ديالو باش يستقبلوا فيما بعد، والسيد بقى في الفندق ولم يتم استقباله من طرف الملك. واكتشف فيما بعد أنه بالرغم من أن الملك ما استقبلوش تم تصويره هو وزوجته داخل الفندق، وكانوا دايرين لهم كاميرا في الصالون، كاميرا في الحمام، وكاميرا في بيت النعاس. هذا الفندق تعود ملكيته إلى محمد السادس. أما بخصوص ما شاهدناه في الفيديو ديال زيان، وخانا ما كنتش باغي ندخل أنا في التفاصيل الدقيقة يعني احتراما للذوق العام، إلا أن التعاليق يعني بعض المغيبين وبعض المبرمجين الذين يعني تكلموا عن فضيحة جنسية لزيان مع الضابطة وهبة، يعني ردوهم الضابطة وهبة مع محمد زيان، راه شفناهم بجوج داخل الفندق وصورتهم الكاميرا. يعني هذه الهضرة هذه ستجعلنا نشرح مرة أخرى بالخشيبات ونقول أن من ظهرت في الفيديو ليست هي
الضابطة وهبة، وإنما هي امرأة يبدو من هيئتها، من شكلها، من لباسها أنها عاملة أو خادمة بالفندق الذي قيل عنه أنه بيت مومس، إلا أننا اكتشفنا أنه فندق الدوليز الذي تم تصوير الضابطة وهبة بداخله في فيديو آخر، ماشي الفيديو اللي شفتو، وفي تاريخ آخر غير التاريخ الذي كان محمد زيان فيه داخل الفندق وتم تصويرها وهي تستحم، يعني ماشي مع شي واحد، هي والابنة ديالها، وتم ابتزازها بالصور. أما بخصوص المرأة التي ظهرت مع زيان فقد ظهرت وهي ترتدي ملابسها، لابسة حوايجها، ولا شيء يوحي أن ما وقع خلال الفيديو هو علاقة جنسية، بل كانت هناك مساعدة من طرف عاملة أو خادمة لشخص عجوز خرج للتو من الحمام على تجفيف نفسه وتلبسه ملابسه. والناس التي فهمت من الفيديو ان هناك فضيحه جنسيه بين زيان والضابطه، يعني راه ماشي داك الشيء اللي شافوه في الفيديو هو اللي خلاهم يفهموا يعني بهذه الطريقه ان كاين هناك شي حاجه، ولكن التعليق ديال داك خونا اللي كان كيعلق على الفيديو هو من جعل ضعاف العقول يتوهمون ان هناك عمليه جنسيه، يعني واخا ما شافوش شي عمليه جنسيه بين الضابطه وبين ولا حتى ديك المراه وزيان، لانهم وقعوا تحت تأثير تخدير المعلق اللي بدا تيقول لهم شفتوا الضابطه، راه الضابطه ورا زيان ورا كذا مع زيان، ونحن نرى يعني بأم أعيننا أنها ليست الضابطه، والملامح غير واضحه تماما، واللباس لباس عامله. ورغم ذلك غادي يقول لي شي واحد كاع من هذا الشيء كامل، شي واحد اللي فيه الفهامه، انه واش ما حشمش هو قد هكاكم راه كتلبسوا حوايجو، غادي نقول لي ماشي شغلك وماشي شغلي، ماشي من حقك وماشي من حقي باش ندخلوا في هذه التفاصيل الدقيقه. والانسان اللي عنده واحد الجرام ديال العقل، الاسئله اللي الاولى ان تطرح هي كيفاش وعلاش يتم تصوير انسان دون علمه داخل فندق، داخل غرفه النوم، وتحط ليه كاميرا والمحتوى ديال الكاميرا يتم تفريغه كيوصل حتى لواحد الجريده إلكترونية معروفة بقربها من الحموشي المعروف أيضا بقربه من الملك. وهذه الجريدة تقوم بالتشهير بزيان وبالضابطة والطعن في شرفهما دون الخوف من المتابعة القانونية. وإلى غاية اليوم لم يتم استدعاء أي شخص للتحقيق معه في تسريب هذا الفيديو، والجريدة باقا كتشهر بالضابطة وبالمحامي رغم الغضب الذي أبداه المغاربة من هذا الفيديو، ما يعني أن الناس القائمين على الجريدة ما كيهمهم لا أمن لا قضاء ويحتقرون الشعب. إذا شكون هي المؤسسات اللي عندها هذه العقلية؟ انها المؤسسات الامنيه المغربيه اللي ما بغاتناش نبخسوا الدور ديالها اللي هو اصلا بخس وبئيس، هي مؤسسات اللي بغات تدافع على راسها في قضيه الضابطه وهبه، جابت قضيه اخرى جنسيه لاخ الضابطه وهبه. الشعب يسال عن الفيديو الذي تم تسريبه من داخل الفندق، والدخيسي تيجاوبهم بان الاخ ديال الضابطه عنده علاقه غير شرعيه نتج عنها حمل مهم، بعض الكلام الفارغ، وحنا يعني مالنا ومال الاخ ديال الضابطه وهبه. حنا كنسولو كيفاش المؤسسات الامنيه والقضائيه لا تتدخل حين يتم تصوير مغاربه داخل غرف نومهم وفي الفنادق ويتم التشهير بهم ونشر صورهم حفاة عراة كما خلقتهم ولدتهم امهاتهم. ولكن بالمنطق ما يمكنش شي واحد يدير شي تحقيق وينتهي التحقيق بالوصول الى من فتح هذا التحقيق، يعني لا يمكن لشخص ان يتابع نفسه بنفسه. داك الشيء علاش الحموشي ما باغي يتابع حد، يعني هو باغي غير يبقى يشوه يفضح المغاربه يعني باللي كاينه وباللي ما كايناش. اما انك تقول لي بما ان الاخ ديالها عنده علاقه غير شرعيه مع شي وحده، اذا فلا مصداقيه للضابطه وهبه. غادي نقول لك بان هذا الشيء سميتو الدبخشي وسميتو الغميق، وتخرج وزاره الداخليه ايضا وتنديد نقابه الصحفيين تنديد، والبلاغ ديال وزاره الداخليه وديال نقابه الصحفيين نزل في نفس التوقيت، ما يعني ان هناك تنسيق يعني ما بين النقابه وما بين وزاره الداخليه. هذا يعني ان النقابه تابعه لوزاره الداخليه وكتلقى الاوامر
من المؤسسات الوطنية المنببية. وسبحان الله يعني دائما ما نسمع في المغرب على أبناء الضباط والقضاة متورطون يعني في قضايا ديال الاغتصاب، وكيخرجوا دائما براءة يعني من هذه القضايا. ولكن دابا بعد أن تم فضح هذه المؤسسات البخيسة أصلا بطبعها ولا تحتاج إلى تبخيس، يعني ولاو تيخرجوا أخبار مؤخرا على واحد الطالبة في واحد البلاصة. شكون هاد الطالبة الله أعلم، فين هي هاد البلاصة الله أعلم. يعني تم اغتصابها من طرف ابن دركي، ولقد تم اعتقاله وأخذ القانون مجراه، يعني بقدرة قادر ما بين عشية وضحاها بدا القانون كياخذ مجراه. وفي نفس الوقت تفكيك خليه زعما بغاو يوصلوا لنا زعما ان المؤسسات الامنيه راهم ما مخلينش من جهدهم وخدامين ليل نهار وما تيفرقوش بين الامني الى غلط وبين بقيه الشعب. يعني شي بساله شي حماضه وشي تبرهيش، يعني كتبين لنا الخساسه والوضاعه ديال هاد الناس. وهذا الردود ديال الوزاره وديال التخيسي توضح مره اخرى ان هناك نظام لا امل فيه ولا في تغييره ولا يطمح الى الاصلاح، باش يعني تجي انت بعد فضيحه يعني يزلق فيها درتيها يزلق فيها جمال وتبدا تفكك في الخلايا الوهميه وتختلق للمغاربه اعداء وهميين وكتدخلهم في صراعات وهميه وتخليهم يصارعون الريح. هذا الشيء كامل غير باش تلاهيهم وتبعد انظارهم على ان النظام المغربي في شخص محمد السادس مورط حتى النخاع، لأنه هو من عين الحموشي وهو من عين وزير الداخلية. وهذا الأسلوب ديال الأفلام الإباحية شفناه مع زكريا المومني، مع هاجر الرسوني، مع نادية ياسين، مع بوعشرين، مع محمد زيان، مع الضابطة وهبة، هاجر الرسوني، سليمان الرسوني. سيناريو واحد يتم تكراره في كل مرة مع عمر الراضي، والخصم فيه هو المخابرات المغربية، والضحية هم ناس يختلفون مع الملك بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. هذه القضايا وصلت إلى غاية الأمم المتحدة. يعني يستحيل 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 محمد السادس ما يكونش في راسه، يعني واخا يكونوا سادين عليه في صندوق، وبما أنه في راسه يعني ولم يتحرك ولم يتخذ إجراء في حق الحموشي ولا في الناس اللي كيصوروا، يعني هذا الشيء كامل ولا يحاسب بل يعطي أوسمة للحموشي ويعطي أوسمة لدنيا باطمة ويقوم بدعوة حمزة منبيبي لحضور حفل البيعة. يعني كتشوف حتى دنيا باطمة ما دخلتش للحبس رغم الحكم القضائي الصادر في حقها، فهذا يعني أن رئيس الدولة هو حمزة منبيبي بكل اختصار. حتى إلى ما كانش يعني كيديرها ماشي بالضروري يكون حمزة منبيبي يعني يكون كيديرها هو بيديه، ولا استبعد ذلك، ممكن يعني انه مخلي ناس كيديروا داك الشيء مجرد السكوت ديالو على هذا الشيء فكيعني انه عاجبه الفكره ومخليها لانه يستفيد منها عبر الهاء الشعب اللي كيخليهم داخلين في صراعات مع الحموشي مع الدخيسي مع دنيا باطمه، كي يبقى هو بعيد على الواجهه وبعيد على الصداع. ما غيسولوا حد على فوسفات، ما غيسولوا حد على القصر ديال 80 مليون، ما غيسولوا حد على الذهب اللي حصلوا كيغلفوا بالفضه وكيصيفطوا للامارات، ما غيسولوا حد على ثروات، ما غيسولوا حد على القوانين والجبروت وعلى التعليم اللي ما كاينش وعلى القضاء اللي ما كاينش وعلى الصحه اللي ما كايناش في المغرب. فهذه وسائل يعني وصراعات للاستهلاك، وفي نفس الوقت راه تهضم فيها حقوق وتنتهك فيها اعراض ديال الناس، وعمر القانون ما كيتاخذ المجرى ديالو داخل هذه الزريبة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم.